السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي الحلوين؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين مع شهر رمضان، وهنقدم لكم ان شاء الله احلى الاكلات في يوميات حمادة ورحاب. معاكم ام رماس. هقدم لكم النهارده ان شاء الله صينية البلاميطة في صينية بطاطس. اقدم لكم المكونات: قرنين فلفل مع معلقة توم مع البهارات، دي معلقة فلفل حاد، معلش بنحب الشطشطة شوية، بصلتين بليمونة، طبعا دي كوباية دقيق عشان نقلي البلاميطة فيها، ودي الطماطم. ماشي، يلا بينا ننضف البلاميطة. يلا بسم الله، نعمل احلى صينية بلاميطة. نقص الزعنف كده يا جماعة. البلاميطة بتعوز تنظيف كويس جدا عشان ريحة الزفارة. ماشي، نغسل بدقيق وليمون، ماشي، لان هي نوع بيبقى زفر شوية. نص الزعنف كده كده. ماشي، ان شاء الله هبقى معاكم في رمضان اقدم لكم احلى الاكلات ان شاء الله. مع المقاطعه نص بطنها كده، نضفها كده كده، طلع الخياشيم. ده يا جماعه لازم انتظروني معاكم عم اجهزها ونرجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني يا حبايبي الحلوين. نضفنا السمك، ويعني هنقطعه بقى على حسب الرغبه. خليكم معايا كده. بسم الله. نقطعه عشان ننقعه في دي وليمون، عشان البلاميط يا جماعه بتبقى زفره شويه، لازم غسيل جيد. على حسب ما انتوا بتحبوا، يعني بقى تقطعوها 2 3 على حسب. اهيت، حط لها بقى معلقتين دقيق تغسل بيهم عشان الزفاره، والليمون اهي يا جماعه، عشان ما يبقاش لها ريحه زفره خالص. يلا معانا نبدا بقيه المكونات. نجهز البطاطس على ما تتنقع شويه. يلا، بصل طرنشات، خليكم معايا يا جماعه. خليكم معايا. يلا نولع البوتاجاز. هنحط معلقه الثوم بتاعتنا على البصل، على الفلفل الاخضر،
على الزيت على حسب ما نستعمل. البصل على الفلفل الاخضر على الثوم بنحمرهم مع بعض كده. اهوت نعمل نقليها تصفر بس عشان ما تبقاش حد على الصدر تعمل لهلبه. وبعد كده ايه احمر البلاميطه واسقطها في ايه في الصينيه. احنا مع بعض طول رمضان طبعا ان شاء الله احلى الاكلات هقدمها. ثوم مع البصل يعمل نكهه حلوه في الاكل، وبالاخص لما تكون بلاميطه اكله دسمه سمينه. هنفصل ونرجع تاني معاكم. ورجعت لكم تاني يا حبايبي الحلوين. بعد ما البصل والفلفل والتوابل اتحمروا نزلت بالطماطم اهي اتسبكت اهي. ننزل بقى ايه البطاطس فيها تستوي اهي. اقلبها كويس اهي. نغطي عليها بقى ايه تستوي كده مع نفسها ايه 10 دقايق. وهنا جبنا الدقيق حطينا الزيت على النار اهوت. نلت البلاميطه في الدقيق اهوت كويس كده اهوت. بسم الله اهو تتحمر علشان ايه تنزل في صينيه البطاطس. بس ما تكونش يا جماعه استوت قوي علشان لان هي ايه لازم تنزل الصلصه تستوي شويه. مش معنى يعني ان هي اتحمرت يبقى استوت اهيت. هنحمرها لما البطاطس تقرب تستوي ننزلها فيها معاكم بقى لما ايه اجهز الصينيه ورجع نرجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني يا حبايبي الحلوين. بعد ما حمرت البلاميطه كان عندي شويه شبك كده في الفريزر اللي حطيتهم عليها ادي نكهه حلوه. والبطاطس استوت اهيت. يلا مع بعض كده ايه بسم الله نحطها بقى عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. كده جهزناها عادش بس ناقصها ايه اللي هتدخل الفرن زي ما انتم شايفين الشكل ده. احمر بس وشها في الفرن ماشي. سواها مع بعض كده. دي هي طريقة عمل البلاميطة في صينية البطاطس.
مطولش عليكم، احمر وشها في الفرن وهرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني يا حبايبي. ولعنا الفرن اهوت على نار هاديه، ونحط صينيه الصينيه في الفرن 5 دقايق نحمر بس وشها 5 دقايق بس. رجعنا لكم تاني يا حبايب قلبي بعد ما حمرنا صينيه البلاميطه، بقت بالشكل ده ما شاء الله. ريحتها جميله ونكهتها حلوه، وان شاء الله نقدم حلقات كتيره في رمضان. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.